الإصابة مش نهاية الطريق، بدليل إن في ناس رجعت أقوى من قبل الإصابة. بس خلينا الأول نتكلم عن إن الإصابة دي مش مجرد ضعف لحظي، دي حاجات تراكمت على مدار شهور وممكن كمان على مدار سنين، وبقت حاجات مستخبية زي التحكم الخاطئ والقرارات الحركية المتأخرة والاعتماد الزيادة على العضلات بعينها. الناس اللي عايزة ترجع أقوى مش بتستعجل في البرنامج التأهيلي، ومش بتشتغل بس على العضلات، لكن بتشتغل على باقي المكونات التأهيلية اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، زي التوازن والتوقيت والثقة. يعني بكل بساطة بيتعلموا ازاي يتحركوا صح من اول وجديد. وهنا بيجي لنا نوعين من الناس اثناء التأهيل، واحد يقول انا عايز ارجع زي زمان، وواحد تاني يقول انا عايز ارجع صح. النوع التاني غالبا بيتصاب اقل واداؤه بيبقى اعلى وجسمه بيكون اذكى. وهنا بيجي دور العلاج الطبيعي، انه مش بيرجعك للماضي، لكنه بيرسم خريطة بتكون اقرب لجسمك علشان ما تحصلكش الاصابة تاني باذن الله. وده يفسر لنا ليه في ناس بعد اصابة الرباط الصليبي بترجع اقوى واوعى واهدى. بالمناسبه مش الاصابه اللي رجعتهم، اللي رجعهم انهم اتعلموا يتحركوا صح وما استعجلوش. وهنا ده يخلينا نراجع مفهوم شائع عند الناس، ان انا طالما بلعب جيم يبقى انا كده معدل اصابتي هيقل. خلينا نناقش الموضوع ده مع بعض ان شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.